السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني من كل مكان. إن شاء الله معادنا النهاردة مع قصة جديدة. مستعدين؟ يلا بينا. على قناتي طلسم، أدائي ولاء شريف. حد جات له رسالة من شخص ميت قبل كده، أو كنت قاعد عادي كده ولقيت نمرة عمك اللي مات من سنتين بترن عليك. أنا حكايتي بدأت لما جالي تليفون من عمي اللي المفروض مات، وبدأ يحصل حاجات مش طبيعية. أظن إن لو حد مكاني كان ممكن يتجنن من الصدمة ودخل العباسية. أعرفكم بنفسي، أنا سامح عبد الله، 23 سنة، متخرج بقالي سنة من كلية العلوم. اشتغلت في شركة أدوية بتوصية من والدي الدكتور عبد الله أبو الخير. ماليش اخوات، عايش لوحدي بعد ما قررت استقر في مصر واسيب اهلي اللي مسافرين السعودية. عايش حياة روتينية من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ممكن ازور ولاد عمي شوية، نقعد نرغي زي ما كنت متعود كده اقعد ارغي مع عمي لما كنت بنزل في الاجازات. ولاد عمي هم سليم وهو الكبير، ونهى. عمي كنت متعلق بيه جدا، دايما كنت اقعد معاه. للأسف هو مات في حادث من سنة ونص، وانا شاكك انه بفعل فاعل. اللي عمل الحادث كان جارهم فريد، وكانت بتجمعني به علاقة صداقة قوية. فريد من طبقة مرفهة، شاب طايش وبيشرب، بس من بعدها قطعته. لغاية هنا كانت الأمور عادية. يوم 23 سبتمبر الساعة 12 كان يوم عيد ميلاد عمي. سمعت التليفون بتاعي بيرن. ايه ده؟ مش ممكن، دي نمرة عمي. ازاي؟ اكيد سليم او نهى هما اللي بيتصلوا. ساعتها قلت ارد عليهم. رفعت سماعة التليفون وانا بقول: ما تبطل هزار بقى يا سليم، ده وقته، عاوز انام. لقيت صوت عمي فعلا هو اللي بيتكلم وبيقول: انت لحقت تنسى صوت عمك؟ لا إراديا رميت التليفون وفضلت مذهول 10 دقايق، مش مصدق هو ايه اللي حصل. هو اللي حصل ده بجد؟ حسيت برعشة وكنت سقعان من شدة الخوف، على الرغم ان لسه احنا في الصيف اصلا. جريت على السرير واخدت وضع الطفل الصغير والخوف اتملك مني. فضلت مدة كبيرة مش قادر احددها لغاية ما نمت. تاني يوم الصبح صحيت على صوت المنبه، وببص في الساعة لقيت رسالة نصية من نمرة عمي برضه، والرسالة مكتوب فيها: رد عليا لما اكلمك. بسرعة قمت غسلت وشي ولبست وجريت على الشغل. مش مركز خالص، حاسس برعب. ازاي ده يحصل؟ هو ممكن الميت يرجع؟ ممكن روح حد تتواصل مع حد؟ مرضتش اقول لحد الكلام ده، وقررت احتفظ بيه لنفسي لغاية ما اتأكد من اللي بيحصل ده. وهل ممكن نتواصل مع اموات فعلا ولا لا؟ معرفتش اشتغل طول اليوم، سارح طول الوقت. هل فعلا ممكن نتواصل مع اموات؟ بس بعد جهد كبير مع دماغي وافكار عمالة تيجي وتروح، قررت اني اتجاهل اللي حصل ده عادي. يعني اكيد حد بيعمل مقلب فيا، وخصوصا لما يكون عارف اني كنت متعلق بيه جدا وكان نفسي اسمع صوته تاني. خلصت الشغل وقررت اخدها مشي للبيت. فضلت شارد كتير. قطع شرودي ده مكالمة جاتلي من سليم. لقيته بيقول لي: مش هتيجي يا ابني نسهر مع بعض شوية؟ بقالنا كتير ما تقابلناش. حاجة جوايا قالت لي اسأله على التليفون بتاع عمي، يمكن فضول. وفعلا سألته، لكن رده عليا كان برضه غريب. لقيته بيقول لي: وش معنى يعني السؤال؟ ايه مناسبته؟ وايه اللي خلاه يعني يجي في دماغك دلوقتي؟ معرفتش ارد اقول له ايه لغاية ما قلت له: لا عادي، كنت بسأل عادي، يعني كنت عاوزكم تستعملوه عشان الناس تفضل فاكراه بس، وإحياء لذكرى عمي مش أكتر. قفلت معاه، وواضح إن سؤالي ما مرش عليه مرور الكرام.
وصلت البيت على المغرب كده وكان لسه اذان المغرب مخلص. قلت اتوضى واروح الجامع وهو ربنا يخلصني من الحيرة دي. بس قبل ما اطلع جربت ارن على نمرة عمي كده، وفعلا طلبت النمرة لكن التسجيل الصوتي المعتاد. الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا. وابتديت اشك في نفسي ان انا اللي بعمل كل ده وبتوهم عشان هو وحشني مش اكتر. ورحت الجامع وصليت وكنت عايز اروح للشيخ واحكي له، بس خفت يقول عليا مجنون. وانا في طريقي للبيت التليفون رن. قلت يمكن سليم بيأكد عليا مقابلة النهاردة، لكن كانت نمرة عمي. ايوه هي اللي ظاهرة على الشاشة تاني. وقفت قدام التليفون مش عارف، عملت كده زي الناس الكبيرة لما تكون ماشية من غير نظارتها. وقفت واحد من الشارع وقلت له بقول لحضرتك ايه، شوف لي معلش كده النمرة دي. الراجل ساعتها فكرني بسخر منه وقال لي ايه يا عم، انت مش عارف يعني تقرا عمك حسني؟ وقفت معرفتش ارد عليه واقول له ايه، وسبته ومشيت. لكن لسه احتمال ان حد بيشغلني موجود. المرة دي ما ردتش، سبته لغاية ما قفل. وبعدها كان سليم كلمني تاني وقال لي انا قلت ادور على التليفون واعمل زي ما انت قلت، لكن للاسف يا عم البطارية باظت تقريبا من قلة استخدامها. ما هي بقالها برضو 1.5 سنة، مش معقولة يعني هتكون لسه سليمة. يعني ايه؟ ما يمكن هو سليم نفسه اللي بيعمل فيا المقلب ده، بس هو عقله مش صغير للدرجة دي يعني. ابتديت اخاف والفكرة اتملكت مني لغاية ما وصلت البيت وفتحت باب الشقة ودخلت اوضتي عشان اغير. وغيرت ودخلت المطبخ اجيب حاجة اكلها، ولسه طالع الصالة وفجأة لقيت عمي اللي انا دفنه بايدي من 1.5 سنة قاعد على الكنبة وبيقول لي مش جه الوقت اللي تجيب فيه حق عمك ولا ايه؟ من هنا بقى نقدر نقول ان دي بداية القصة. طبعا كانت صدمة وشلل مؤقت للعقل وللتفكير وكل حواسك. في اللحظة دي مش عارف افرق ما بين الواقع والخيال. في اوقات الزمن بيقف فيها الوقت ده كان منهم، لكن ما قدرتش استثمر اللحظة التاريخية دي، وكان من المتوقع يغمى عليا. مش فاكر فضلت كده لغاية امتى، الله اعلم. سامح، فوق يا ابني، سامح، نايم في الصالة ليه كده؟ بفتح عيني ببطء الاقي عمي في وشي. انت رجعت تاني ازاي؟ انت ميت يا عم. وبعد شوية هلاوس اتضح ان سليم كلمني كتير عشان الميعاد اللي اتفقنا عليه، وقلق عليا فاضطر يجي يشوفني، وهو اللي كان بيفوقني مش عمي. مالك يا سامح؟ انت كنت بتحلم بعمك؟ ياه، لدرجة دي يا عم وحشة؟ طبعا انا مش عارف اقول له ايه ولا قادر احكي له عن اللي حصل. لازم اتاكد فعلا ويبقى معايا دليل ملموس ان فعلا عمي موجود وبيظهر لي. حاولت بقى افهمه اني فجاه حسيت بهبوط وما حسيتش بنفسي وما كنتش كلت من اول اليوم وطول النهار في الشغل، فما حسيتش بنفسي خالص. لقيته ساعتها بيقول لي فوق بقى، فوق عشان نسهر، نوع مستنيانا في البيت. لا يا سليم، معلش انا مش متظبط النهارده خالص، معلش يوم تاني. عرض عليا يفضل موجود وما يسيبنيش في الحالة دي. رفضت بحجة انه ما يسيبش اخته لوحدها، وان انا فعلا محتاج اقعد لوحدي. قدرت اقنعه انه يمشي وفضلت قاعد مرعوب خايف يظهر لي في اي لحظة. سبحان الله، من حب الشديد وامان لخوف فظيع منه. بس فعلا مش طبيعي اتعامل مع شبح واعدي الموضوع كده عادي. في اللحظة دي جه في دماغي مازن ده يبقى زميل في الشغل ومهتم بموضوع الأبراج والطاروت والروحانيات. هو ده اللي هسأله، يمكن يعرف حد يلاقي له إجابة. بس هل هلجأ للجهل على آخر الزمن؟ لا، مش رايح لدجالين. أنا لازم أروح للدكتور بتاع أمراض نفسية. كل اللي بشوفه دي تهيؤات بس، لأن أنا مشتاق لعمي. وبالأدوية أكيد أنا هخف، أكيد. أنا متأكد إن أنا هبقى كويس. حددت ميعاد وقررت إن أنا هروح، ورحت العيادة.
كانت زحمة ما شاء الله. ايه ده؟ هي البلد كلها بقى عندها مشاكل نفسية ولا ايه؟ بس اكيد ما بيطلع لهمش خيالات ناس ميتة. انا حالتي اصعب من كل الناس دي. لا، والغريبة كمان ان كل الناس اللي قاعدة قطع كشف مستعجل. شيء غريب. انا اخر واحد هيدخل للدكتور، يعني قمة الملل هعيشها دلوقتي. بعد ما عدى عليا وقت من الساعات مش قليل، دوري جه خلاص، ودخلت للدكتور اللي اول ما شافني لقيته بيقول لي: اهلا يا استاذ سامح، اتفضل ارتاح على الشезлونج، احكي كده على مهلك اي حاجة بتحصل لك. اخدت نفس عميق وابتديت اتكلم، ولقيتني بقول له: والله يا دكتور بيحصل لي حاجات غريبة، بتوهم بناس ميتة وبيتهيالي انهم موجودين وبتواصل معاهم، حتى كمان عن طريق التليفون بكلمهم وبيكلموني وبيردوا عليا وبرد عليهم. اشخاص بعينهم يعني، ولا بيتهيألك ناس مش موجودة اصلا؟ لا، بشوف عمي، بس يمكن علشان كنت متعلق بيه. بس هو مات في حادث من 1.5 سنة. كذا مرة كنت بتكلم في التليفون على أساس بكلمه، وآخر حاجة امبارح اتهيألي إنه موجود عندي في الصالة. بص يا استاذ سامح، انا شاكك في اضطراب نفسي نتيجة صدمة فقدان عمك اللي واضح انك بتحبه زي ما قلت، وعقلك مش قادر يستوعب. وسكت فجأة الدكتور. لقيت نفسي بقول له: ايه يا دكتور، سامعك كمل. لكن الدكتور قام وسابني قاعد، طلع مش عارف كان رايح فين. فضلت مريح على الشезлونج شوية، كنت مرهق قوي وما نمتش. وفجأة الباب فتح وانا كنت مغمض عيني ومسترخي. بفتح عيني على اساس الدكتور وكده، لكن كان عمي ولابس البلطو بتاع الدكتور، ولقيته بيقول لي: بتتهرب مني ليه يا سامح؟ قمت من مكاني بسرعة وطلعت أجري زي المجنون، مش مصدق نفسي ولا عيني، مش مستوعب اللي حصل لي. طلعت التليفون وبدون تفكير كلمت مازن وقلت له: بقول لك ايه، احنا لازم نتقابل، عاوزك ضروري، ما تتأخرش عليا. وفعلا ما تأخرش عليا ووصل على طول. حكيت له كل حاجة حصلت. لقيته بيقول لي: مفيش غير الشيخ منير، مفيش غيره، هو اللي هيفيدك في المسائل دي. طب تمام، خد لنا ميعاد معاه. بس هو هيعرف ازاي؟ ما قالش حاجة، بس انا اضطريت اسمع الكلام واروح معاه، يمكن يفيدني. هو مكانه في بلد معروفة عنها الدجل. وصلنا بعد معاناة، سافرنا وقفنا قدام بيت غريب مكون من دور واحد وبابه خشب. أول ما وقفنا قدامه فتح لوحده. لقينا فيه قدامنا طرقة طويلة ضلمة، مشينا فيها، نهايتها كان فيها ستارة طالع منها ضوء. عدينا الستارة وكان وراها الشيخ منير وأشياء كده غريبة. مازن من طريقته حسيته إني شغال معاه. لقيته ساعتها قال لي إن إحنا نقعد، وفي لحظة صمت قطعها الشيخ منير. لقيته بيقول لنا: قول اللي جواك. حكيت له كل حاجة بالتفاصيل. لقيته ساعتها قال كلام غريب مش فاهمه. لقيته بيقول لي: الجلاء البصري، انت قادر تتخطى الحاجز، انت لازم تتواصل معاه. أتواصل معاه؟ ايوه، هو اللي هيفهمك مش انا. على فكرة الراجل ده مش طبيعي، لأنه طلب مننا نمشي، ولكن قبل ما نطلع قال: الساعة 12 يا سامح، الساعة 12. فضلت طول الطريق وانا ساكت، وفضلت برضه في الشارع لحد نص الليل. بعد نص الليل قررت ادخل. الساعة دلوقتي بقت 12. جات لي مكالمة من فريد والتليفون فصل، وبعدها نور الشقة كله قطع. فضل يروح ويجي لغاية ما ثبت. وهنا كانت الصدمة. راس فريد اللي كان السبب في الحادث بتاع عمي موجودة عندي على الكنبة. فضلت واقف مدة كبيرة مش مستوعب ايه ده، مش شايف غير راس فريد في شقتي.
أكيد جميع علامات الاستفهام خطرت على بالي، وكل الأسئلة الوجودية: مات إزاي؟ عمي اللي عمل كده ويكون فعلا موجود ولا لأ؟ وليه جاب لي الراس دي هنا وعايز يثبت لي إيه؟ كلام الشيخ منير وهو بيقول لي الساعة 12 يا سامح. هو كان عارف اللي هيحصل. ساعتها تفكيري اتشل، مش عارف اتصرف ازاي. المنظر صعب، وانا من الناس اللي بتكره الدم. فجأة يبقى قدامي كده مرة واحدة راس بني آدم، وبعد كده اتقطع النور تاني من الشقة وبدأ برضه يروح ويجي. اللمبة كانت عمالة تنور وتطفي ومفيش ثبات. أجواء مرعبة في الليل، شتاء ورياح، والشبابيك والأبواب اللي بتخبط في بعض، وخيال الشجرة اللي مخلياني مرعوب وخايف منها، وأوراق الشجر وأغصانها اللي ضلها في قلب الشقة بتهفف، وحلقة رعب اكتملت بظهور عمي في المرة الأخيرة لعودة النور. ولقيته بيقول لي: يا ابن اخويا، مش كنت بتسعى لحق عمك؟ اضطريت نعمله بنفسي، بس معلش بقى، سبت لك مهمة الراس دي عشان تعرف تعصي أوامري تاني. شوف هتتخلص منها ازاي. وده بقى جرس انذار بسيط عشان لو ما سمعتش الكلام بعد كده. أطرافي اتجمدت، أعصابي ثابت، بقيت عامل زي الصنم، اتبخر من قدامي زي الدخان بعد ما النار تطفي. مش موجود، ملوش أي أثر. كل هم اتخلص بقى من المصيبة اللي موجودة هنا دي، زي أي قتيل أو مجرم بيحاول يخفي آثار الجريمة بتاعته. جبت كيس أسود كبير وكرتون، وبمنتهى الصعوبة قدرت أتمالك أعصابي وأشيل راس فريد. حطيتها في الكيس ولفتها وبعدها في الكرتونة وغلفتها. مش عارف أنا قدرت أعمل كل ده إزاي. ونازل الشارع ومعايا كده كرتونة الظاهر إن هي ممكن يكون فيها حاجات قديمة، لكن محدش يتخيل إن اللي جواها راس بني آدم. وقفت تاكسي ووصلت للمكان على النيل، واتأكدت إن محدش واقف، وزي أي قاتل تكون أول جريمة قتل يقوم بيها، وبدون تفكير رميتها في المية. شكلي مش مظبوط وباين جدا إن عامل حاجة غلط. رجعت للبيت وكان وشي مخطوف، قلبي بيترعش. وأنا على أول الشارع لقيت الشرطة ومخبرين واقفين قدام بيتي. ياه، ده اللي كان ناقص. إيه اللي جابهم وبالسرعة دي قدروا يكتشفوا الجريمة؟ بعد تفكير كبير إن أنا أهرب ولا أروح أواجه وأدافع عن نفسي، قررت أروح وأحاول أبان إن أنا طبيعي. السلام عليكم. حضرتك أستاذ سامح أبو الخير؟ أيوة يا فندم، أقدر أساعدكم بإيه؟ حضرتك كنت تعرف أستاذ فريد؟ أيوة أعرفه، لكن خير، إيه اللي حصل له ولقيتوه ولا لسه؟ لقيت ساعتها الضابط بيبصلي قوي بعد سؤالي المثير للشكوك وبيقول لي: وانت تعرف ايه اللي حصل؟ أبدا، هعرف منين؟ بس أكيد وقت زي ده أكيد حصل حاجة يعني، وده الطبيعي. تمام. على العموم احنا لقينا جثة الأستاذ فريد قصاد العمارة بتاعتهم في الساعة 6 صباحا بالتحديد. وعلى فكرة احنا عرفناه من البطاقة الشخصية بتاعته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قاطعين راسه؟ جالهم قلب ازاي؟ مش مهم، المهم تساعدنا. دلوقتي آخر مكالمة للقتيل كانت معاك في حدود الساعة 11:38 بالظبط. ايه اللي دار بينكم يا أستاذ سامح؟ طبعا كلام الضابط صدمني. رديت عليه وقلت له: ازاي كنت مكلمه آخر واحد وانا اساسا ما كلمتوش من مدة كبيرة، ثم هو اللي رن وانا ما ردتش، يبقى ازاي كلمته؟ بس ايوه، انا افتكرت، هو رن عليا. يمكن يا فندم كان بيسأل عليا لان بقالنا مدة كبيرة ما بنتكلمش، زي ما يكون كان حاسس انه هيموت. يبقى ازاي بقى تقول لي ان انا كلمته؟ انا ما كلمتوش. وكالمعتاد لقيت الضابط بيبص لي وبيقول لي: على العموم لو عرفت حاجة وحبيت تفيدنا يا ريت ما تتأخرش. سبتهم واتملكت نفسي من الانهيار قدامهم لغاية ما دخلت شقتي. فضلت قاعد نص ساعة مش في الدنيا.
ازاي كل ده بيحصل؟ علامات استفهام كتيرة قوي. وبعد معاناة وتفكير عميق سمعت التليفون. ايوه يا مازن. ايوه يا سامح، بقولك ايه، الشيخ منير عاوز يشوفك حالا. رديت عليه ساعتها بزهق وقلت له هيكون عاوزنا في ايه يعني؟ ما احنا كنا لسه عنده وما نطقش بحاجة ولا قال حتى حاجة غير ان هو قال كلام غريب وخلاص. يا عم روح، يمكن تلاقي إجابة المرة دي. قفلت معاه وبقيت زي الغريق اللي اتعلق بقشة. جريت عليه، قطعت مسافة كبيرة عشان أروح بلده، وبمجرد ما وصلت قدام باب البيت العجيب بتاعه لقيت فيه رسالة جايالي. الرسالة كانت من رقم غريب معرفوش. لقيته بيقول كده بقى العدد 3. 3 ايه؟ أكيد في كارثة ورا الرسالة دي. الباب ما فتحش. المرة اللي فاتت فتح لوحده، إنما المرة دي مش عايز يفتح. فضلت أخبط على الباب ما بيردش. قررت إن أكسره، مش بعد المسافة دي كلها آجي وما لقاهوش، ما هيش ناقصة أصلا جنان. وفعلا بعد محاولات كتيرة قدرت أكسره. البيت أصلا وسط أراضي زراعية وبعيد عن الكتلة السكانية، يعني صعب إن حد يلاحظني. المكان كان ساكت. الطرقة العجيبة اللي كنت بخاف منها دي عشان أدخل للشيخ منير كنت واقف فيها، وفضلت أنادي ومفيش حد عايز يرد. مفيش غير إني أدخل بقى. دخلت بخطوات بطيئة ووصلت للستارة، وناديت لآخر مرة قبل ما أشيل الستارة. كان في توهج شديد باين وراها، وشلتها. ويا ريتني ما كنت عملت كده، لأني لقيت مازن والشيخ منير متعلقين ومشنوقين، ونار عظيمة طالعة وبتاكل في جسمهم. النار مسكت في المكان، الكتب كلها طالع منها النار، وخلاص الشيخ ومازن بقوا عبارة عن رماد. الدخان كان هيخنقني، وحاولت على قد ما أقدر أخرج قبل ما أفقد الوعي. وبمجرد ما قدرت أتخطى النار والسقف اللي ابتدى يقع، الأرض اللي جوانبها كفيلة تحرقني، وكل خطوة كنت بخطيها وأعدي منها كانت النار تمسك فيا. لكن الحظ لعب معايا الدور كبير، وهل هو فعلا حظ ولا دي تدابير منه؟ أيا كان، المهم إن أنا نجيت من الموت. وقفت أشوف المكان وهو بيتحرق قدامي، جوايا كده حاسس بنشوة انتصار. إيه سر الإحساس ده؟ إحساس مريب جدا. بعد فترة من مشاهدتي للنار وهي ماسكة في البيت، لقيت في مطافي وصلت المكان المقطوع ده. عرفوا يجوا منين؟ ده شيء خيالي إن هم يوصلوا في وسط الأراضي الزراعية والانعزال اللي البيت فيه ده. ابتديت أمشي من المكان قبل ما حد يلاحظني ويشك فيا. قدرت أبعد وخلاص شفت مواصلة ترجعني تاني. ركبت ميكروباص 12 راكب المفروض، لكن في الواقع كنا 2 بس اللي فيه. الراجل اللي جنبي وده كان قاعد ساكت، والسواق اللي كان شكله مش طبيعي. ببص في المراية اللي قدامي واشوف وش عمي. اتخضيت، ارجع ابص تاني يتضح انه كان بيتهيألي. الراجل اللي جنبي اتكلم اخيرا، ولكن لهجته مش طبيعية، صوته خشن زيادة، وقال لو سمحت نزلني هنا. غريب بقى في الموضوع اننا لسه في نص الطريق، يعني مفيش لا عمار ولا في بيوت. جوانب الطريق ما فيهاش غير اشجار، وكانت الدنيا ضلمة. لكن الراجل ده نزل ودخل في قلب الضلمة دي. هو الراجل ده داخل هناك يعمل ايه؟ بكلم السواق اقول له هو المكان ده في بيوت هنا وسط الشجر دول يا اسطى؟ لكنه ما ردش عليا. كل اللي كان مزاولني بقى الدبدوب اللي قدام السواق، مش طبيعي. وقطع اللحظة المرعبة دي لحظة أكتر رعب. عمي رجع يتصل عليا. المرة دي ما ردتش، لكن مش بإرادتي لقيت التليفون مرة واحدة فتح لوحده، ولقيته بيقول لي كده بقى ليا كتير عنك يا سامح. زعقت وقلت له ابعد عني بقى، ابعد عني، عايز أعيش عيشة طبيعية. انت في حياتك ما كنتش كده. وفي وسط كل ده ومفيش حاجة محيراني غير السواق اللي مش ظاهر منه أي رد فعل. رجع عمي يتصل عليا. ساعتها رديت عليه وقلت له كفاية كده، انت رجعت تقتل في الناس، انت كان جواك روح شريرة وما اتحررتش إلا بعد ما مت. فجأة السواق وقف ونزل من العربية وجري وتلاشى في الطريق.
حاولت انزل من العربية بس مقفولة مش بتفتح. وهنا اكتملت بقى حلقة الرعب. بقيت محبوس جوه العربية وسط مكان مظلم، مفيش أي نور، عتمة بس اللي موجودة. فضلت أدور على أي حل عشان أخرج منها، لكن عربية مندفعة جدا داخلة علينا، طلعت منين مش عارف. يعني اللي حكيته ده كله حصل يا سامح؟ أيوة يا دكتور، اللي حكيته ده حصل، وأنا ما كنتش سايق العربية زي ما قلت لك. السواق هرب وما خبطتش حد. عمي هو السبب في كل اللي حصل. كان رد فعل الدكتور: عمك مات، في ميت بيرجع يا سامح. انت ألفت القصة عشان تهرب من الجريمة اللي عملتها. جريمة ايه؟ ما كملتش كلامي ولقيت الدكتور بيقول: يتم تحويل المريض سامح عبد الله أبو الخير لعمل تحاليل تعاطي المخدرات. وبعدها بعد ما طلع التقرير بتاع تعاطي المخدرات اني ما بشربش اي حاجة، الدكتور لقيته كاتب تقرير تاني وبيقول فيه: بعد عدة جلسات يتم تحويل سامح أبو الخير إلى الخنكة. بعد ما الدكتور أمر بترحيل سامح لمستشفى الخنكة، الدكتور مازال بيسأل السؤال اللي محيره: هو فعلا سامح روح عمه رجعت له، ولا كل اللي حكاه كان من خياله المريض؟ لكن سامح مصمم على كل اللي حكاه إنه فعلا حصل، وإن روح عمه مازالت بتظهر له لغاية دلوقتي. شكرا للكاتب الواعد عبد الرحمن عدلي عن الأحداث الجميلة لهذه القصة، وشكرا ليكم انتوا كمان على حسن استماعكم. ياريت ما تنسوش دعمكم للقناة وللحلقة بلايك وكومنت وشير، واشتركوا بالقناة لو أول مرة تشوفوها وعجبكم المحتوى، وما تنسوش تفعلوا معاكم زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني دايما إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين. تصبحوا على ألف خير.